كيف الحال؟ نهاية أسبوع موفقة. هاد لا فيديو غنوريكم نتائج هاد لا سومين هادي. خرجنا بزائد 1% كما كتشوفو. غنوريكم دابا قاع لي تريد خديت هاد لا سومين، ابتداء من يوم الثلاثاء. يوم الاثنين كاع مخديتش تريد بسبب كاع متاكتيفيش لي سيتاب ديالي. يوم الثلاثاء خديت تريد وحدة لي هي في بي يو اس دي اللي هي تريد كنت دخلت كونطر لا طوندونس، عطاني كونفيرماسيون ديالي. مريسكيتش فيه بزاف 1%، خرجت ناقص 1%. اما يوم الثلاثاء يوم الاربعاء عفوا خديت جوج لي تريد وحده خديتها في يو دي توشي يعني دونجونس، خسارة بطبيعة الحال. هي تقريبا كانت مانيبيلاسيون، يعني انفو ديال المانيبيلاسيون. كان ليكويديتي اللي كانت الفوق هو مشى لي التارجيت ديالي. والتريد الثانية خديتها في GBP/USD هي كانت تقريبا نفس كونسيبت مانيبيلاسيون، ضرب لي ستوب لوس ديالي ومشى معايا للتارجيت. عندي يوم الخميس خديت جوج لي تريد، وحده في الاويل ربحت فيها يعني تي بي، وحده خسرت فيها، وحده تي بي وحده اس ال. بالنسبه ديال الاويل اللي ربحنا فيها كانت هي هاد التريد هادي مشات معنا 1 2 3 ريسك ريورد. انا خرجت من 1 to 1 بسبب ان الميثود ديالي ديال الماني ماناجمنت انفو كيقيس لي تي بي ان كندير بريك ايفن، في كيقيس لي تي بي 2 كنحاول ستوب من تي بي ان يعني من بريك ايفن من بوين دونطري ديال ستوب لوس كنحول بتي بي ان. سو كنبقى تابع الماركت ب1%. وبالنسبه للتريد ديال اليوم الخميس الثانيه اللي هي في يوزيتوش يعني دونجونس الخساره اللي هي هادي، كنت دخلت عاوتاني كونتر طوندونس، هذا هو سبب الخساره ديالي. دات سيت عادي. يوم الجمعة اللي هو اليوم خدينا جوج لي تريد، جوج الرباحات، نهار زوين مبارك. بالنسبة للتريد الأولانية خديتها في يد تشوشي تا هي زيرو درو داون، جالي اوردر بلوك عطاني كونفيرماسيون دخلت معاه 1 2 2 ريسك ريورد. بالنسبة للتريد التاني في GBP/USD دخلتها باي كذلك اللي هي ديال الشباب، عطاني كونفيرماسيون دارلي واحد ريجيكت في واحد السيبور ديال الديلي لواحد شي فرونغون ديال 32,680 انكولفينغ. دخلت 1 2 2 ريسك ريورد عطاني التارجيت ديالي. التوتال ديال هاد لاصومين هي 1%، ماشي بورسونتاج كبير. بغيت حاليا سالينا الشهر 99 13% كما كتشوفوا الشباب. هاد الشهر هذا حاليا شهر اكتوبر دايرين زائد 7%. سو غنحافظ على هاد الريزولت هادي اند حاولوا الله يخليكم تفولو التريدينغ بلان ديالكم. واي واحد هادي ادفايس، اي واحد بغى ينجح في التريدينغ عنده 4 الحوايج لا ثالثه لا خامسه لهم: نايس تكنيك، نايس فوندامونتال يعني نايس فوندامونتال يعني التحليل الاساسي، ريسك ماناجمنت وماني ماناجمنت، والتراك ريكورد لي ستاتيستيك. هاد الجورنال راه يعاونك بزاف. بحال دابا انا مثلا في هاد لاصومين فاش كنحلل الخساره والربح ديالي كنتاكد بلي اغلبيه الخسارات اللي كندخلهم كونتر طوندونس، وهادوك الخسارات اللي مشاو للاخرى مانيبيلاسيون. سو خاصني مابقاش ندخل كونتر طوندونس، واخا هادشي غنخدم عليه ان شاء الله في المستقبل. سو نشوف ان شاء الله في لي لايف اللي غيكون ان شاء الله نهار الاثنين. سي يو ليتر.